ماما، انت بتقري ايه؟ انا بقرا كتاب في الفقه الاسلامي يا مسك. طيب ليه بتقري يا ماما؟ انت كبيرة ومتعلمة وعارفة كل حاجة. انت يا ماما بالنسبة لي مفيش حاجة مش بتعرفيها اصلا. يا حبيبتي يا مسك، ربنا يخليكي. مفيش حاجة حبيبتي اسمها إن حد يعرف كل حاجة. طول ما احنا عايشين لازم نتعلم ونثقف نفسنا حتى لو خلصنا تعليمنا. العلم يا مسك ملوش سن محدد، احنا بنتعلم وبنطور نفسنا بالمعرفة. علشان كده لازم ندور ونبحث عن العلم والعلماء لو كان في آخر الدنيا، زي كده ما عمل سيدنا موسى مع الخضر أو العبد الصالح. وعمل إيه يا ماما سيدنا موسى مع العبد الصالح ده؟ هقولك يا مسك القصة. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بداية القصة لما كان سيدنا موسى بيخطب في قومه اللي هم بني إسرائيل زي ما حكيت لك قبل كده. وبعد الخطبة واحد من قومه سأله: هو في حد أعلم منك يا موسى؟ فسيدنا موسى عليه السلام قال: لا، مفيش حد أعلم مني. فربنا سبحانه وتعالى عاتب سيدنا موسى إزاي ينسب العلم لنفسه وما يردش العلم لله سبحانه وتعالى بإنه يقول مثلا الله أعلم أو أنا معرفش، لأن ربنا هو اللي علمه وزوده بالعلم اللي يعرفه ده. فربنا أوحى لسيدنا موسى إن في عبد صالح هو أعلم منك يا موسى. فسيدنا موسى سأل ربنا وقال له: فين يا رب؟ ربنا قال له: في منطقة اسمها مجمع البحرين. سيدنا موسى قال لربنا سبحانه وتعالى: اديني علامة أعرف بيها إني أوصل لعبدك ده علشان أتعلم منه. طب وربنا اداله العلامة دي فعلا يا ماما؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له: خد معاك حوت في مكتل وسافر، ولما يضيع منك الحوت ده هتلاقي العبد الصالح. ازاي يا ماما سيدنا موسى هيسافر ومعاه حوت كبير ويسافر بيه؟ وايه مكتل دي كمان؟ حوت يا مسك، مش زي ما انت فاكرة، مش سمكة عادية كده، حوت بمواصفات معينة. والمكتل ده هو حاجة بيشيلوا فيها التمور وبيشيلوا فيها السمك، بتبقى معمولة من ورق النخل. فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى إن هو يحط الحوت في الشنطة اللي معمولة من أوراق النخيل دي. سيدنا موسى حمل زاد الرحلة يعني أكله، وكمان خد معاه فتى صغير كده عنده 13-14 سنة وخد الأكل ليه كمان، وكمان خد معاه برضو أكل الحوت، وسافر زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمره. ومين بقى يا ماما الفتى اللي سافر مع سيدنا موسى ده؟ الفتى ده يا مسك اسمه يوشع بن نون. يقال إن هو كان نبي، وده قول أغلب العلماء. ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في بني إسرائيل بعد وفاة سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم. وبعد انطلاق سيدنا موسى عليه السلام والفتى ومن كتر التعب ناموا على صخرة، ووقت نومهم ده الحوت أو السمكة خرجت من المكتل ده ونزلت في البحر. إزاي يا ماما؟ إزاي نزلت كده؟ يقال يا مسكي إن السمكة نزلت في المية ورجعت حية تاني وسبحت في البحر وعملت فيه طريق. وبعد ما صحي سيدنا موسى والفتى، الفتى نسي إنه يقول لسيدنا موسى إن السمكة نزلت في البحر، وكملوا سفرهم لحد ما تعبوا. فسيدنا موسى قال للفتى اللي معاه: هات الأكل علشان ناكل. فرد الفتى على سيدنا موسى عليه السلام وقال له: أنا نسيت أقولك إن الحوت خرج ونزل تاني في البحر واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني عمل طريق وصحي ونزل في البحر تاني. فسيدنا موسى عرف إن ده المكان الموجود فيه العبد الصالح اللي هو الخضر. دلوقتي الأذان ادن، ولو استنينا شوية الصلاة اللي بعدها تيجي علينا. خلينا نقوم نصلي وبعد كده هرجع أكمل لك القصة التحفة دي. تمام؟ ماشي يا ماما، يلا بينا.